لكل اللي عدى ال40 او اللي قرب عليها. تعالوا، إيزا لوشان قالت ان سن من 40 ل60 هو منتصف العمر الرائع. ليه رائع؟ لان غالبا بتكون قدرت تحقق كتير من احلامك، ده غالبا يعني بيبتدي بقى الانسان مع سن ال40 يهدي اللعب، يقيم حياته، يشوف وصل لايه ولا حاسس انه ما حققش حاجه، او شايف انه كان غلط في اختيارات كتير في حياته، وبيبتدي بقى يشوف ممكن يغير ايه علشان يعرف يكمل. عشان كده تلاقي الانسان ال40 ده برنس كده في نفسه، مش جاي يهلك، مش مبسوط في شغله بيمشي، مش مبسوط في علاقه بيقطعها، اصل مش قادرين والله. والسن ده بقى حلاوته انه بيبقى مركز قوي في احتياجاته واهتماماته وحبه لنفسه. اما بقى المشكله ان في ناس ظالمه السن ده شويه، فاكرين ان هي اتس تو ليت ان هم يغيروا، فيفضلوا مكملين في نفس الروتين والحياه اللي ضغط عليهم، وبالتالي بيعيوا باشهر مرض في السن ده، الاكتئاب. مع ان في الحقيقة في السن ده انت مش كبير ولا حاجة. بتقولك الكاتبة اسمه منتصف العمر الرائع الرائع. من 40 ل60 سن النضج، سن الانطلاق العقلاني اللي بتقدر تفكر فيه وتقيم صح، بتقدر تعمل اللي بيبسطك انت مش اللي بيبسط الناس اللي حواليك، بتستمتع بالحاجات البسيطة، فدلع نفسك كده وبسطها. الكلام ده من كتاب أزمة منتصف العمر الرائع.